السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طالعين نتكلم في موضوع مهم جدا بيخص أطفالنا، وبيخص المدارس الخاصة والمدارس التجريبي والمدارس الحكومية. للأسف الموضوع كمان انتشر كمان في المدارس الحكومية، وانتشر بين الأطفال وسن المراهقة. أي حد عنده طفل، ولد سواء كان أو بنت، في مدرسته مدرسة خاصة تجريبي مدرسة حكومة، بيلعب مع أطفال بره. الفيديو ده مهم جدا 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 للناس ديت، كأب وأم، عشان تعرفوا ايه اللي بيحصل لأولادكم وبيفكروا ازاي وبيتعاملوا ازاي مع الناس بره. وحاولوا تحتووهم وحاولوا تقربوا منهم عشان تعرفوا تتصرفوا قبل ما يحصل لهم مشكلة بره ويرجعوا بعد كده تبقى مشكلة كبيرة ما نقدرش نتصرف. في لعبة انتشرت بين الأولاد في المدارس خاصة يعني، وبين الأطفال بشكل عام والمراهقين برضو، اسمها تحدي تشارلي. تحدي تشارلي او لعبة تشارلي دي، عشان نفهم ليه اتعملت اللعبة اصلا والغرض منها وانتشرت ازاي وامتى، كان لازم نحكي الحكاية بتاعت تشارلي من الاول. اللعبة دي ابتدت سنة 2008، وبعد كده انتشرت اكتر سنة 2015 تقريبا في كل انحاء العالم، طبعا بسبب طبعا الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، اللي بقت اي حد ممكن يعرف اي خبر او اي موضوع في العالم ويقلده او يفكر فيه، مجرد ما يخش على الانترنت يعرف ايه القصة من اولها لاخرها. طبعا كانت انخفضت بعد 2015 بشوية كده، الموضوع ابتدى ينتهي خالص في العالم كله، وبعدين ظهرت فجأة تاني في مصر في ديسمبر 2022، يعني الشهر اللي فات، وانتشرت في مصر بسرعة البرق. طبعا اللعبة كحد يعني في حد ذاتها كلعبة ما مش موضوع ان احنا نتكلم فيه، انما المشكلة ان هي حصل من وراها حوادث كتير جدا، فابتدينا ان احنا نطلع نتكلم عشان خاطر نحمي ولادنا ونعرف ايه اللي بيحصل لهم عشان نحميهم من اي حاجة تحصل لهم. تحدي تشارلي دوت لعبة انتشرت بين الاطفال في المدارس بشكل مخيف. لعبة بتأدي للفزع وبتأدي حالات كتير جدا من الهستيريا، وبيوصل الامر للناس بتعور نفسها والاطفال بيعوروا نفسهم وبيخوفوا بعض، وبيوصل بيهم مراحل كبيرة جدا من الفزع. ف لما جينا نتكلم على الموضوع دوت او نشوف ايه القصة ابتدت ازاي، هي القصة ابتدت اصلا معايا انا ازاي. يعني انا احكي لكم حكاية صغيرة حصلت عرفت بيها موضوع تشارلي. انا ما كنتش اسمع عن تشارلي وما كنتش اعرف ايه موضوع تشارلي ده اصلا. الموضوع ابتدى شخصيا معايا ان انا كنت خارج مع واحد صاحبي، وفجأة لقيت البيت عنده بيكلم صاحبي دوت، بيقول له تعالى الحق بنتك، بنتك في حالة هستيرية رهيبة وفي المدرسة وصريخ طبعا في حالة فظيعة طبعا، والأطفال نفس الكلام، والمدرسة كلها في حالة هستيرية وفزع من حاجة حصلت في المدرسة، وفي احتمال يكون وجود جن أو وجود شيطان أو حاجة حصلت، حد عمل مشكلة كبيرة في المدرسة فأدت لفزع الأطفال كلهم. طبعا هو مش فاهم حاجة وأنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن الموضوع. طبعا في وسط الكلام فهمنا إن البنت دخلت الحمام ومع أصحاب ليها وابتدوا يلعبوا لعبة. اللعبة دي في حد ذاتها كلعبة ما فيهاش مشكلة، انما احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط في المدرسة، والفزع ده وحالة الهستيريا دي حصلت منين. سنة 2008 في المكسيك، لما ابتديت ابحث عن الموضوع وافهم يعني ايه قصة تشارلي، لقيت ان في طفل في سنة 2008 ده توفى في المكسيك. الطفل ده كان اسمه تشارلي. طبعا ظهرت الاسطورة بتاعت تشارلي دي من خلال لعبة، ان هما الاطفال بيعملوا لعبة معينة عشان يحضروا روح تشارلي. فاللعبة دي عبارة عن ايه؟ اللعبة دي عبارة عن قلمين رصاص بيتحطوا فوق بعض بشكل متقاطع، بيتحطوا على ورقة برضو فيها علامة زائد كده بشكل متقاطع، ومكتوب في كل ركن كلمة يس او نو، كل 2 يس في كل ركن متقابلين، والنو برضو متقابلين من الناحية التانية، في الشكل زي ما بالشكل هوريكم حالا دلوقتي.
زي ما احنا شايفين، عبارة عن ورقة معمول عليها علامة زائد، مكتوب في كل ركن يس أو نو، والقلمين بنفس التقاطع بتاع علامة الزائد محطوطين فوق بعض. اللي بيحصل التحدي ده عبارة عن ان في حد متحدي او حد شخص هو اللي بيبقى متزعم الموضوع دوت، بيطلع يقول جملة او تعويذة بتقول تشارلي تشارلي ار يو هير، يعني يا تشارلي انت موجود. فالسؤال ده عبارة عن سؤال مقفول، الناس اللي فاهمة يعني ايه سؤال مقفول، يا اما يس يا اما نو، يا اما يا اما لا. ففجأة القلم بيتحرك ناحية اليس او ناحية النو. مجرد ما بيتحرك القلم دوت بيحصل حالة من الفزع المخيفة والهستيرية ما بين الشخص المتحدي والناس اللي قاعدة معاه. وساعتها يبتدي التحدي وتبتدي اللعبة. بتحضر روح تشارلي، لان هي الوحيدة اللي يعني انا دلوقتي بقول تشارلي تشارلي ار يو هير، فالقلم بيرد عليا عن طريق روح تشارلي وبيقول لي يس او بيقول لي نو. بيحصل حالة من الفزع الرهيبة. اللي بيقدر بيمسك نفسه بيكمل اللعبة، بيفضل يسأل تشارلي ده روحه اللي حضرت يا تشارلي اي سؤال، الرد بتاعه بيكون يس او بيكون نو. طيب، احنا دلوقتي عايزين نبحث في الموضوع دوت. فانا معرفش التحدي ده حقيقي، الكلام ده حقيقي مظبوط؟ هل ممكن اطفال في سن صغيرة زي كده او في اي حد يعني عامة يقدر يعمل حاجة زي كده ويقدر يحضر روح جن او شيطان، او يقول تعويذة فيحضر روح؟ هل الكلام ده يخش العقل؟ طبعا جالي فضول كبير جدا ان انا اعرف ايه السر في الموضوع دوت، وهل الموضوع ده حقيقي ولا لا. وجبت فعلا قلت اخد التجربة بنفسي يعني. جبت قلمين رصاص فعلا وحطيتهم فوق بعض من غير ورقة ومن غير اي حاجة ومن غير يس ومن غير نو ومن غير الكلام ده خالص. وابتديت اقول تشارلي تشارلي ار يو هير. ما فيش، القلم ما بيستجيبش خالص. طيب محمد محمد ار يو هير، ما فيش برضو. فجأة قعدت اجرب كذا اسم، يمكن المشكلة في الاسم، يمكن المشكلة في الطريقة، يمكن المشكلة في الاسلوب، لغاية ما فجأة القلم اتحرك. طيب، ايه السر في ان القلم يتحرك في حاجة وفي وقت وما يتحركش في حاجة تانية؟ فعلا هل في روح حضرت؟ في جن فعلا حرك القلم فعلا اتحرك لوحده، انا ما جيتش جنبه. طب ايه المشكلة؟ السر فين؟ فوجئت بملاحظة غريبة جدا، ان انا لما بقرب من القلم وبقول اي اسم، واي اسم احمد احمد ار يو هير، بلاقي ان القلم اتحرك. لما ببعد ما بيتحركش. طب ايه برضو السر؟ فوجئت ان كلمة هير هي دي السر في كل الموضوع. الملاحظة اللي ظهرت ان لما بتقرب من القلم رصاص خفيف. طبعا في حالة التقاطع اللي هو موجود عليها ده في حالة انعدام وزن تماما. مجرد ما بتقول كلمة هير بيخرج هوا في حرف الاتش اللي انا بقوله. اول ما بخلص هير بيكون الهوا ده وصل للقلم، فبخلص كلمة هير بيتحرك القلم في الاتجاه سواء يس او نو، حسب اتجاه الهوا اللي انا طلعته من بقي. وهو ده السر في كل اللعبة من اولها لاخرها. ودي اللي بتصيب الاطفال او الكبار بفزع رهيب، ان القلم بيتحرك لوحده، وبيحسوا طبعا بايحاءات ان في فعلا جن حضر او روح حضرت، وهي اللي تسببت ان هي حركت القلم، وهي اللي بتقول اه او لا على اي حاجة انا اعملها.
وانت قاعد دلوقتي معايا دلوقتي بتتفرج على الفيديو، ممكن تجيب قلمين، وسواء في المكتب سواء في البيت سواء في اي مكان، هات قلمين رصاص حطهم بشكل متقاطع بنفس الطريقة اللي شفناها، وقول اي اسم، اي اسم من ولادك، اسم من اي حد، وقول ار يو هير في الاخر. اهم حاجة تكون مقرب من القلم، وانت هتعرف كلمة هير دي حركت القلم ازاي. للأسف الحالة دي بتحصل من سنة 2008 لغاية النهاردة، والأطفال بتقع ضحية للفزع وللإثارة طبعا، لأن الجو بيبقى طبعا رهيب. طبعا واحد بيقول لك تعالى نتحدى بعض ونعمل لعبة ونحضر جن، ففي غموض وفي إثارة كبيرة بتحصل، ولما القلم يتحرك طبعا بيوصلوا لمرحلة فزع. المصريين طبعا بيحبوا يطوروا أي حاجة، ودايما يحطوا التاتش بتاعهم في كل موضوع. اللعبة دي لما المصريين حطوا دماغهم فيها ابتدوا ان هم يطوروها بشكل اكبر شوية، يحطوا 4 شمعات في كل ركن من اركان الورقة، ويضلموا الأوضة ويعملوا جو إثارة ورعب طبيعي من غير حاجة خالص. عشان يطوروا الموضوع اكبر كمان، قالوا ان في ممكن نحط نقطة دم على كل مربع من المربعات ال4، بحيث ان الروح تحضر بسرعة واللعبة تشتغل اسرع. في ناس كمان نقلت الموضوع ده وطورته اكتر ودخلته في الحمام. يعني انا مجرد في 2 او 3 يخشوا مع بعض الحمام ويقفلوا على نفسهم ويحطوا الورقة ويحطوا الاقلام ويبتدوا يشتغلوا ويلعبوا اللعبة دي في جو من السكون في الحمام، مع نقط دم، مع دم على الحيطة، مع التعويذة، وفجأة يتحرك القلم. تخيل كمية الفزع اللي ممكن تحصل لبني آدم بيحس ان هو في روح حضرت بتحرك حاجة قدامه، من خلال دم ومن خلال شموع من خلال سكون ومن خلال اللي في الحمام، وحالة الهستيريا اللي بتحصل لهم. وطبعا 3 مع بعض في الحمام، طبعا واحد لو حصل له كده الباقي بيوصل لدرجة زيه او اكتر منه، وبتبتدي حالات عدوانية بتحصل ان هم ممكن يعوروا بعض او يوصلوا لمراحل عصبية كبيرة جدا. وممكن بعد الشر طبعا احنا في الحمام طبعا مش مستحب ان الواحد يعمل اصوات او يصرخ او يعيط بصوت عالي او يعمل اي حاجة غلط في الحمام، لان بعد الشر ممكن يتلبسوا فعلا من جن، بس مش من خلال اللعبة خالص، دي حاجة لوحدها نهائي. الخلاصة اللي احنا عايزين نوصل لها من الفيديو دوت ان مفيش حاجة زي كده ممكن تحصل. اه، العب مع اولادك، قرب منهم، ممكن تجيب الورقة دي فعلا او من غير الورقة، تعرفهم الموضوع ان مفيش حاجة كده اصلا ممكن تحصل، واللي بيقولك حاجة زي كده ده بيضحك عليك، عشان ما يتعرضش لكمية الفزع وكمية آه الهستيريا اللي بتحصل، ويوصل لمراحل بعد الشر حاجة زي كده، او يخش حمام مع حد او يعور نفسه او حاجة زي كده. في ناس بتتكلم عارفة الموضوع وعارفة الحوادث اللي حصلت، تقول لي في حادثة مشهورة حصلت في امبابة، مدرسة في امبابة الشهر اللي فات، بنت حصل لها الهستيريا ديت والكمية الفزع الرهيبة دي، وابتدت ان هي تعتدي على زميلاتها وزميلاتها يعتدوا على بعض، وابتدى ان الموضوع المدرسة كلها في حالة فزع و... ويمسكوا شعر بعض ويعوروا بعض ويضربوا بعض. طبعا كل دوت نتيجة اللي حصل في الحمام. البنت دي لما شافت الكلام ده في الحمام، كمية فزع غير طبيعية وصلتها لمرحلة عصبية رهيبة جدا، ابتدت ان هي تخش في نوبة صرع تقريبا، ان هي شافت حاجة او حست بحاجة خلتها تؤدي للسلوك دوت مع زميلتها او مع اي حد من المدرسة. في نهاية الفيديو الخلاصة من الموضوع ان احنا زي ما بنقول نقرب من ولادنا ونعرف كل حاجة بتحصل في المدرسة، وما تخليش ابنك او بنتك يخبوا عليك اي حاجة، وحاول تلعب معاهم وتقرب منهم. وكل ما تعرف موضوع او تعرف حاجة بتحصل احنا بعيد عنها ونحاول نعرفها نوصلها لهم بطريقة كويسة، بحيث ان الاطفال دي ما يتعرضوش لاي حاجة بره وحشة تتعبهم. ربنا يحفظهم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو يا ريت حضرتك ما تنساش باللايك بقى او سبسكرايب، وتدعمنا ان شاء الله باذن الله، عشان اذا كان في مواضيع جديدة نفعل زر الجرس عشان توصل لنا ان شاء الله.